السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الكحك خلص والبسكويت خلص، وايه عايزين حاجه مع كوبايه الشاي. مش هنلاقي احلى من كيكه ايه التايجر او الماربن، ايا كان المسمى. وزمان كانوا بيقولوا عليها كيكه الرخام. ما شاء الله طالعه السنجيه وهشه بثلاث بيضات بس هتعملي الكيكه دي. ما شاء الله تكفي عيله كبيره، اللهم بارك. وطعمها تحفه وشكلها تحفه. وسماء سلام بقى لو جايلك ضيف كمان وعملتيها حاجه هتشرفك قدام ضيوفك. اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. ما تنسوش يا حبايبي بقى الاشتراك في القناه، ولو عجبكم الفيديو اللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله. ودوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. قبل ما هنبتدي هنسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه. هنجيب كوبايتين ونص دقيق منخولين كويس جدا، وهنجيب حوالي كوبايه وربع سكر، او اللي عايز يخليها سكرها اقل شويه يحط كوبايه ونص سكر، وكوبايه زيت على سمنه، او سمنه بس او زيت بس زي ما انت عايز، او زبده، وثلاث بيضات، ومعلقتين هرميين كاكاو، وباكو بيكنج باودر او معلقه كبيره مليانه متعادل 16 جرام، وفانيليا. هنجيب الدقيق بتاعنا اللي احنا نخليه كويس جدا، هنحط عليه ربع معلقه ملح، وهنحط عليها باكو البيكنج باودر عشان تبقى المقادير الجافه على بعضها، ونقلبه ونبقى ايه ونسيبه على جنب. ونحضر الخلاط بتاعنا. هنعملها بالخلاط طريقه سهله، ولو مش عايزه تعمليها في الخلاط بالمضرب اليدوي بالمعلقه هتتعمل معاكي وهتطلع هشه وجميله. اهي كوبايه لبن. انا معلش انا اسفه ما حطيتش اللبن في المقادير. كوبايه لبن زي دم ايه تكون دافيه زي دمعه العين، بتدي نتيجه حلوه قوي في الكيكه يا بنات. وكوبايه الا ربع سمنه على زيت. انا حطيت نص زيت وربع سمنه او زبده، تمام. او ممكن تعمليها بزيت بس هتطلع حلوه برضك. وهنحط بقى ايه، انا حطيت كوبايه وربع سكر، بس اللي عايز يزود ويخليها كوبايه ونص عشان الكاكاو ما تبقاش يعني، بس هي السكر هتطلع معقول. يزود يبقى كوبايه ونص هتطلع معقوله برضك. ادينا فتحنا 3 بيضات. اول بيضه طلعت بيضه دبل بصفرين، اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. هنشوف البيضه التانية بقى. المفروض انا احط 3 بيضات، لا بصفار ولا بصفرين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا كنت شاكه فيهم والله عشان كبار قوي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كده لا، البيضه التالتة دي بقى مش هنعملها كده كده، اكني كده عامله 4 بيضات صغيرين. بيضه طلعت بصفرين لان كانوا كبار قوي. حطي الفانيليا، يعني لا اما هتحطي 3 بيضات كبار لان 4 بيضات صغيرين. انا حطيت اللي هم البيضتين بس عشان كل بيضه بصفرين اكنهم 4 بيضات صغيرين. واحط معلقه خل، واحط بقى ايه والفانيليا ومعلقه الفانيليا زي ما اتفقنا. وهنضرب المقادير بتاعتنا كلها في الخلاط، مفيش اسهل من كده. ده رزق بقى البيضتين اللي طلعوا بصفرين دول، اللهم بارك. هنجيب بقى معلقتين كاكاو خراميين مليانين كده كويسين، كاكاو خام طبعا ويكون من نوع كويس. وهجيب بقى ايه المكونات اللي انا ضربتها دي في الخلاط، اخد منها شويه صغيرين بس ادوب بيها الكاكاو بتاعي، تمام. او ممكن بشويه لبن، وبعدين احط بقيه المقدار على الدقيق بتاعنا كله اللي احنا ناخلينه، وحاطين عليه البيكنج باودر والفانيليا سوري وربع معلقه الملح. وهنقلب كويس بمعلقه بالمضرب اليدوي اي حاجه، المهم يبقى الضرب صح وفي اتجاه واحد، تمام. اضرب كويس اهو ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. لحد ما ايه القوام بتاعنا يبقى كويس اهو، ما هو زي الفل. حطي بقى نص الكميه بالنظر كده، يمعش بالنظر بقى يحط بالكبشه، ماشي. وهقلب بقى اللي هي بالكاكاو كده بقى بشوكه بمعلقه بمضرب بردك. الموضوع سهل وبسيط. عايزه انبهكوا حاجه يا بنات، لما تكون مثلا انا قلت المقدار 3 بيضات وما عندكيش غير بيضه او بيضتين، وابنك او بنتك طلبوا منك كيكه، قومي اعمليها والله وهتطلع حلوه. اجبري بخاطرهم، جبر الخواطر دي مهمه جدا. يعني ما تقولوش مفيش مش هينفع، لا اعملي بقلل قليل اعملي، والحاجه هتطلع حلوه باذن الله وبفضل الله. بعد كده هجيب صينيه مقاس 28، اللي عايز يعملها في 24 برضك هتطلع كويسه. ودهنا كويس بالزيت او بالسمنه، وبعد كده معلقه دقيق كده وارشها فيها عشان ابطن الصينيه، والفها في الصينيه كويس قوي. بعد كده انفض الدقيق دوت. اجي بقى لقيت ان الكيكه اللي هي بالكاكاو دي
تقيلة شوية، فمعلقة لبن كده خفيفة عشان وانا بهدلوها في الصينية تبقى انسيابية كده متبقاش تقيلة قوي. ولا بقى هعمل، كنت هحط كبشة بكبشة، والله ده اللي كان هيحصل. بعدين افتكرت ان انا زمان كنت بعملها كده على طول، احط الكيكة وكاكاو بالاول او البيضة الاول ايا كان، سواء دي الاول او دي، والتانية بقى اقعد ايه، اوزعها كده عشوائي. ممكن تحطي البيضة الاول وبعدين الكاكاو بعد كده، وبعدين بقى بمعلقة بشوكة بالعصاية بتاعت الشيش، حاجات عشوائية كده. بس يعني النتيجة ان هما ايه، ان الكيكة تطلع يعني مموجة، شكل التايجر كده، حتة بني وحتة بيضة. فتعمليها بأي طريقة، عملية عشوائية. لكن لو كنت بتحطي كبشة من دي وكبشة من دي موضوع متعب. كده سهل، على طول صبينا المكاكاو وحطينا عليها البيضة وقلبناها. مفيش أسهل من كده. اللهم بارك اهو. وفي نفس النتيجة بتطلع واحد في الآخر. ربنا بقى يحسن ما بين ايدينا وايديكم، والف هنا والشفا. اللهم صل وبارك. شكلها والله تحفه اهي، منها رسمه عشوائيه كده وطلعت جميله اهي، ما شاء الله تبارك الله. بس كده بقى هنسخن الفرن لمده 10 دقايق على درجه 180 درجه مئويه، وفي الرف الاوسط. وهنحط الكيكه بتاعتنا بعد ال10 دقايق، وهتقعد لها حوالي من 30 ل 35 دقيقه. وقبل ما تطلعيها بتحطي فيها الشيش بقى، عصايه الشيش بردك. لو طلعت منك عجينه لسه طريه يبقى لازم تسيبيها 5 دقايق كمان. وانا طلعتها وجربتها قبل ما اطلعها، وبجربها قدامكم تاني. ما شاء الله زي الفل. انا استنيت اما تبرد شويه عشان الكيكه بتاعتنا كده ما تبقاش تطلع ماسكه نفسها القطعه بتاعتنا. يا اللهم بارك اهو، ما شاء الله. شايفين بقى تطلع، بص بقى مش طالعه اسفنجيه وعاليه ازاي اهي، كأنك عامله كيكه اسفنجيه. اللهم بارك، ريحتها تحفه. ما شاء الله، اللهم بارك. الف هنا وشفا. اعملوها بقى وجربوها، تنفعكم. جاي لكم ضيوف تنفعكم، ولولادك تنفعكم. ما شاء الله، ومغذيه وجنب كوبايه شاي. اللهم بارك. الف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي تنسوش الدعوه الحلوه اهم حاجه. واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وتشيروا لحبايبكم واصحابكم عشان يعملوا الكيكه لاولادهم وحبايبهم واصحابهم. وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واللايك والشير بتاعكم الجميل ما تنسوهوش. اللايك كمان والشير يا جماعة تشيروها، وتعليقاتكم الجميلة عشان القناة بتاعتنا ان شاء الله تستمر. بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.